اوكي يا جماعة، بما انه مقطعنا اليوم جدا عميق وعندنا مسلسل وافلام وكل حاجة نتكلم عنها، فلازم اروح اسوي لي شاي وارجع ونتكلم عن القصص اللي صارت. عاد انتوا جيبوا سناكات اللي تبغون، انا بروح اجيب شاي. هاي سوينا الشاي حقنا. ف خلينا نبدأ بالقصة، بس قبل ما نبدأ بالسوالف اللي صارت لأنه السوالف عميقة، فلازم رشفة من الشاي. اوه ماي جاد انحرقت. لا من جد الحين ناخذ رشفة يا جماعة من جد. بما انه اخذنا الرشفة الطويلة حقتنا، نبدأ بالقصة او نبدأ من مقطعنا اليوم مقطوع. اوكي انا كالعادة ما اعرف اتكلم. المهم نبدأ بالمقطوع خلاص خلاص نبدأ بموضوع المقطع حق اليوم. اوكي خلاص. اوكي يا جماعة الخير، موضوع مقطعنا اليوم موضوع سوى ضجة في السوشيال ميديا في كل مكان. اكيد عرفتوا الموضوع عن ايش حنتكلم. احنا حنتكلم عن مشكلات تالا وعائلة مهند او بنات مهند اللي هم سارة وهبة مهند. يا جماعة شوفوا، انا لا اتابع لا تالا ولا اتابع عائلة مهند ولا اي حاجة. اعرفهم صحيح ولكن ما اتابعهم. بس آخر فترة بعد التغييرات اللي صارت في تالا صرت أتابع تالا شوي من سناباتها. أما بنات مهند ما أتابعهم أبدا. كنت أتابع سارة من زمان، من قبل حاجة سنتين سنة في التيك توك. يا جماعة الموضوع أو المشكلة اللي صارت سوت ضجة في كل مكان. طبعا أنا كنت أنتظر الطرف الثاني يتكلم اللي هم سارة وهبة. انتظرتهم لما يردوا عشان أنا أنزل مقطعي، لأن أنا ما أحب أسمع من طرف واحد. تعرفوني يعني، أوكي ما تعرفوني بس إنه أنا دائما أحب أسمع من الطرفين. فطبعا تالا ما شاء الله تبارك الرحمن إحنا عارفين إنها إنسانة لو تكلمت عن موضوع معين راح تفجر الدنيا، راح تنزل مليون مقطع. فأنا سمعت تالا منها كل القصة، بعدين انتظرت الطرف الثاني يتكلم وأمس طلعوا وتكلموا. فأنا حاليا جاهزة عشان أعطي رأيي أو أتكلم عن الأشياء اللي أنا ما راح أقول إنه هذا معاه حق وهذا ما معاه حق. أنا ما أدري مين معاه الحق أبدا، ولا إحنا نعرف ولا أنتوا تعرفوا ولا أنا أعرف ولا ما حد يعرف. بس فراح نعطي رأينا، نتكلم عن المشكلة إيش صار إيش ما صار وفقط. فخلينا نبدأ. نحط المقاطع أول حاجة بعدين نعطي رأينا. Let's go. أوكي يا جماعة الحين أول حاجة حنبدأ بمقطع تالا نشوفه وبعدين نعلق عليه. أوكي. الشيء اللي انتم ما تعرفوه انه انتم ما تعرفون الا ربع السالفه بس، 3/4 السالفه الباقيه انا واخيرا قررت اقولها لكم اليوم. ليش؟ لانه يقال انه الساكت عن الحق شيطان اخرس، فما بالكم باللي تسكت عن حقها 3 سنوات. طبعا يا جماعه قبل ما ارد واقول اي شيء، هذا هو القران قدامكم، اقسم بالله العظيم انه اي كلمه حتنقال بهذا المقطع انها حقيقيه وانها فعلا صارت. واقسم بالله انه على الرغم من كل اللي صار انا ما زلت الى الان اعز واقدر واحترم الطرف الثاني. اوكي زي ما شفنا يا جماعة الخير انه هي تكلمت عن الموضوع هذا اللي كان قبل 3 سنين، انه البث كان هي كانت في احد كان بيساعدها انه توصل للتوب 1 في بثوث التيك توك. فوصلت وقررت انها تاخذ فكرة انها تنزف للتوب 1 هذا. طبعا الفكرة بما انها قاعد تقول انها كانت فكرة والدة سارة وهبة مهند 20 ساعة. المهم قلت لهم اللي صار، قلت لها هي وأمها كانوا وقتها موجودين، وقلت لهم كيف ممكن أخذ التوب 1 بطريقة مرة حلوة. ووقتها الأم الله يحفظها يا رب هي اللي اقترحت علي هذا الاقتراح وقالت لي انزفي للتوب 1. قلت لها كيف يعني انزف للتوب 1؟ قالت لي يعني البسي فستان زفاف وزفي نفسك للتوب 1. أنا اتس ا جود ايديا. بس النقطة اللي أنا ما حبيتها، شوف ما حنتكلم عن المشكلة لأنه المشكلة منتشرة في كل مكان يعني كلكم تعرفوها، بس أنا أتكلم عن نقطة معينة اللي هي نقطة إنه جابت القرآن وحلفت عليه. شوفوا من حلف بالله فصدقوه، ولكن أنا مرة أكره أمور الدين تتدخل في السوشيال ميديا، خصوصا إنك جايبة القرآن وحاطة يدك. يعني تقدري تقولي والله العظيم إن أنا صادقة أو تحلفي وخلاص، يعني بالله بالنهاية اللي حلف بالله احنا حنصدقه يعني. بس انك تجيبين القرآن وتحلفي، انا مرة ما احب دخولية الدين او الحلف او الاشياء هذه الكبيرة في السوشيال ميديا مرة. يعني شوفوا انا صراحة كنت اتابع المشكلة وكنت اتابع المقطع عادي او كنت اسمع السالفة، بس اول ما جابت القرآن وحطته على يدها
أنا توترت، أنا ضايقت وعلى طول خرجت من المشكلة. بعدها رجعت لها بعد يومين 3 رجعت وسمعت وكملت. بما انها قالت السالفة او الفكرة هذه انها تنزف للتوب 1، فكرة سارة وهبة مهند، بس هم طبعا انكروا هالشيء وقالوا انه الفكرة هذه كانت فكرة الشخص اللي اساسا قال لها انا بخليك توصلين للتوب 1. شوفوا كلام سارة. فلانة قاعدة تطلع وتقول إنه مامتي هي اللي قالت لها أو اقترحت لها فكرة الفستان. حابة أقول لك مين اللي اقترح فكرة الفستان؟ نفس اللي طلعك هو توب 1، هو نفسه اللي اقترح فكرة الفستان. اوكي زي ما انتم سامعين انها هي قاعدة تقول انه اساسا فكرة الزفة انها تنزف كانت فكرة الشخص اللي وصلها اساسا للتوب 1. فانا كذا راح اتكلم عن النقطة التالية. انا ما راح اقول انها هي صادقة وهي كاذبة، ما راح اكذب اي احد ولا اقول انه هذه صادقة، بس انا حبيت اقول النقطة هذه اللي هي نقطة الحلفان بالقرآن، اني انا صراحة ما اشوفها شيء كويس وشيء لائق يطلع في السوشيال ميديا. بالنهاية انت انسانة عندك الاف وملايين المتابعين فما ينفع. يعني في ناس تصدق وفي ناس لا، فانا ما حبيت هالشيء. فالحين خلينا نتجه للطرف الاخر ونشوف ردهم على هذا الموضوع. قبل ما أدخل في الطرف الثاني يا جماعة بس أبغى أعطيكم لقطة من البث. أنا مرة تنرفزت. البث حق اللي تكلمت عنه أنا بحثت عنه وشفته فعلا يا جماعة. البث أو كلامهم لها يعني كلام مستفز مرة مستفز. بالله شوفوا معايا ولازم أنرفزكم معايا ضروري. هي صحيناها من النوم لربع قلنا لها قومي مسعود وزاد تتجوز. خلاص قلنا لها قومي تعالى بدها تتجوز. تزوج مسعود. ما يضحك. مسعود خلاص مو وقته. ما ادري مسعود اوزيل او شيء. أوزيل صح أوزيلة يا اختي يا اخي ما يضحك بالعكس طالع شكلي كثير. اوكي شايفين يا جماعة الخير، تاجة دائما كانوا يشبهوها بشخص اسمه مسعود أوزيل اللي هو لاعب. كانوا يشبهوها فيه وهم ذكروا هالشيء وقالوا انه احنا كنا نمون على بعض جدا وكنا نمزح مع بعض ونطقطق مع بعض وهي تقول لا يا فلانة وانت يا فلانة. يعني كان الميانة عندهم عالية جدا. ولكن يا جماعة الخير حتى لو انتم مرة تمونون على بعض وصحبات وتقولوا لبعض اي شيء، مو حلوة انه البنت جايتكم تنزف وتبغى تسوي الفكرة معاكم وانتوا تذكروا الشخص اللي يشبهوها فيه آلاف مرة. اوكي ضحكنا مرة مرتين 3 خلاص ستوب. يعني لما انتوا تمونون على بعض بينكم وبين نفسكم، اما انتوا فاتحين لايف حرام. يعني انا مرة تنرفزت من الموضوع. يعني اللايف فيه ملايين الناس قاعدة تتابع وحرفيا الناس قاعدة تقول لها تعالى اخرجي وتعالى اطلعي وخلاص وما اعرف ايش. يعني الحركة ما حبيتها. يعني اوكي ذكرتوا اسمه مرة واحدة اوكي ضحكنا فليتوها خلاص، اما لا تقعدوا يعني تطولوا بالموضوع. عرفتوا؟ يعني حتى الميانة هذه بينكم على بعض انتوا صحبات تقولوا لبعض اللي تبون، بس انتوا فاتحين لايف وما ينفع تذكروا هالشيء مليون مرة يعني قدام البنت وقدام الناس اللي قاعدة تتابع اللايف. صراحة انا شفت هذا الشيء ابدا مو حلو. فالحين خلينا نرجع للطرف الثاني ونسمع ردهم. اوكي اول حاجة نسمع رد سارة بعدين نرد على موضوع فتحته سارة. انا ما راح اتكلم عن رد سارة مالي دخل، لكن راح نتكلم عن موضوع هي فتحته باللايف. فاول شيء خلينا نسمع ردها وبعدين نشوف الموضوع اللي فتحته انا لاني ابغى اعلق عليه. المهم الإنسانة هذه في يوم من الأيام حبت إنها تسوي ترند إنها تلبس فستان زواج وتطلع فيه بث، بس إنه يعني هيك يعني بس إنه فستان. المهم سوت الترند حقها. أنا قاعدة في بيتنا قاعدة أبث، كنت وقتها فاتحة بث، كنت أحتفل بال5 مليون حقتي وجايبة باقة ورد لي أنا لل5 مليون حقتي. اوكي يا جماعة الخير زي ما شفتوا رد سارة، انا صراحة ما راح اتكلم عن الرد لاني انا زي ما قلت لكم ما راح اكذب احد ولا اني راح اصدق احد. فدحين خلينا نشوف عن الموضوع اللي فتحته ونتكلم عنه لاني انا من جد بعلق عليه. صباحية عيد الأضحى يندق باب بيتنا، يدخل لعندنا فلان اللي على أساس كان أخوها ويقول لأبويا الله يخليك تدخلني أعتذر منك، أنا لا قاعدة أتوفق بدراستي ولا قاعدة أتوفق بحياتي علشان الشيء اللي كنت ناوي أسويه في بنتكم أنا وفلانة. فلانة كانت ناوية تاخدني مكان
هذا المكان يعني ما راح اقول لانه في اطفال يتابعوا اكيد هذا الفيديو، وتصورني بهذاك المكان عشان تستخدمه ضدي. ابوي سأل انت ليش سويت معاها كذا وانا ليش لازم اسامحك؟ قال له والله انها كانت ماخذه فلانه مني 5000 وما هي راضيه ترجع لي اياها، لين اسوي معاها التمثيليه قدامكم انه انا اخوها. اوكي يا جماعة الخير، زي ما سمعتوا صراحة الموضوع انا ابدا ما عجبني، وابدا ما شفتها حلوة انها تجي تتكلم عن الموضوع. تدروا انا ايش اللي قهرني في ردهم يا جماعة الخير؟ دحين راح ندخل في رد هبة، بس خلينا اول شي نخلص من رد سارة بعدين نروح عند هبة. رد سارة أنا ما عجبني فيهم إنهم هم ما قاعد يتكلموا عن البث أو عن الموقف أو عن قصة المشكلة، ما قاعد يتكلموا عنها، هم قاعد يفتحوا سوالف. يعني أنا سمعت رد سارة حرفيا قاعد تقول إنه أمي غطتك، قاعد أشوف قاعد تكتب ترد على التعليقات حقين التيك توك، تقول أمي كانت تغطيكي وأنا كنت أنزل تحت وأنام تحت وأخلي لك سرير تنامي فيه بكل أريحية. يعني ليه قاعد تذكر الخير اللي انت سويتيه؟ سويتي خير فالله يجزاك الخير، ما له داعي تتكلم عن دي الاشياء. يعني اتكلموا عن سبب حدث هذه المشكله كامل، اتكلموا عن اللايف، وانتوا ليه كنتوا تسووا كذا؟ اوكي قالوا ميانا مع ميانا، بس انا ما اشوف هذا انه تبرير، يعني فهمتوا؟ فانها تفتح هذا الموضوع الحين انا مره ما عجبني، واحس انهم طولوا بزياده انهم ما يردوا، يعني لانه اخذوا فتره طويله انهم ما ردوا، ورجعوا الحين ردوا، قالوا انه اهلنا كانوا معارضين انه نرد. فما اعرف، انا الصراحه زي ما قلت لكم انا ما راح اصدق احد، ولا اني حول لشخص كذاب، انا ما ادري. انا زيكم متابعه ومشاهده وما اعرف اصل الموضوع وحقيقه الموضوع ايش هو. المهم الحين خلينا ننتقل لرد اختها هبه. ما يهمها سمعتها، ما يهمها شيء. أنا إنسانة معاشرتها، أنا عارفة 1,000,000% أنه فلانة ما يهمها أبدا سمعتها، أهم شيء عندها محتواها. فهذه الناس ما أعرف شو أعتبرها، عبدة مشاهدات، ما أعرف شو أعتبرها بالضبط. طلعت الموضوع بلا سبب فجأة بسبب عدم موافقتنا على صحبتها مرة تانية، لأنه إحنا ما ندخل ناس توكسيك بحياتنا، ما طلعنا كل الناس السيئة من حياتنا، عايشين حياة صحية الحمد لله. أنا إنسانة مسامحة أي شخص سبني، أي شخص أساء إلي، لأنه أنا عارفة إنه هاي لقمة عيشك. تمام، إحنا بنفس. اوكي يا جماعة الخير، زي ما شفتوا رد هبة، صراحة أنا أشوف 1,000,000% رد هبة عليه رد هجومي. هي تكلمت عن موضوع ترى إنه كثير ناس قالوا نفس الكلام اللي أنا حقوله الحين. أنا أشوف إنه الرد حقهم رد جدا هجومي ورد جدا انفعالي، كأنه سبحان الله يعني طلعوا وجههم الحقيقي، أو كأنهم خلاص يعني حقيقتهم بانت وهم طلعوا على حقيقتهم، عرفتوا؟ يعني هم ما تكلموا لا عن الحدث ولا عن البث، ويعني تانا قاعد تتكلم عن موضوع بث ومدري ايش، هم قاعد يتكلموا عن سوالف ثانية. فأنا أول شيء ما عجبني طريقة ردهم وطريقة تبريرهم. هم إذا بيطلعوا يردوا أنا أشوف هذا مو رد، يعني ليتكم استخرتوا ما رديتوا، لأنه أنا أشوف هذا مو رد. يعني ليتكم طلعتوا رديتوا بكل عادي بكل أدب. رد جدا هجومي، مرة أحسهم معصبين بزيادة وفيهم غضب طلعوا عارفين بالرد. يعني تقدروا تطلعوا تتكلموا عن الموضوع وأساس الموضوع وسالفة البث يعني. فأنا أشوف الرد جدا هجومي. صراحة هذا أشوف أنا مو رد أو مو تبرير أو مو أي حاجة. إحنا كمشاهد حابين نسمعكم نفس تالا جد، وقاعد تنزل لنا مقطع فوق الممكن 20 دقيقة وقاعدة تشرح كل نقطة بنقطة، عرفتوا؟ أما هم لا، قاعد يردوا بسنابات كذا بشكل سريع جدا. صراحة ما أعرف، أنا الصراحة شفت ردهم جدا مو رد بمحله، لين كان رد أوكي ورد كويس، جلسوا طبيعي وتكلموا عن الموضوع من لإلى وأعطونا كل نقطة بنقطتها. لأنه كذا هجومي الرد تومج، هجومي انفعالي في غضب، كأنه طلع وجههم الحقيقي. فأنا صراحة ما عجبني الرد أبدا، الزبدة ما علينا. فهذه هي كانت قصة الموضوع أو قصة مشكلتهم. صراحة زي ما قلت لكم أنا ماني في طرف أي أحد، أنا ماني من الناس اللي أقول أنا في طرف تالا وتالا معها حق، لا هذه معها حق. أوكي أنا شوية تعبت معليش. أوكي تعبت، يوم ماني متعودة أتكلم يعني أوكي ما أعرف أتكلم ما
اوكي حاليا اخذت رشفتي الطويلة من الشاي واقدر اتكلم. الزبدة يا جماعة الخير يعني، فأنا زي ما قلت لكم أنا ماني في طرف أحد، أنا ما راح أكذب واحدة وأصدق الثانية، فأنا ماني بأحد، وأساسا أنا أتابعهم هم قليل جدا. تعالى أوكي آخر فترة صرت أتابع سناباتها شوي، أما بنات مهند لا. فالصراحة يا جماعة الخير إنه أنا أشوف المشكلة أوكي حلوة إنها تطلع ويتكلموا عن الموضوع، بس أشوف إنه الطرف الآخر ما ردوا بنفس ما إحنا كمشاهد كنا متوقعين الرد. يعني هم كانوا يقولوا إنه أهلنا رافضين نرد وكذا، فأنا توقعت إنه لا، إذا جو بيردوا حيردوا بكل أريحية وبكل ريلاكس، ويجوا يتكلموا عن الموضوع ويعطونا كل شيء واضح يعني، عرفتوا؟ فلا، أنا أشوف التبرير حقهم مو في محله أبدا. وبس هذا رأيي كوجهة نظري أنا كصباح. انتوا كمان اعطوني رأيكم عن الموضوع تحت في التعليقات. وبس والله أشوفكم في المقاطع الجاية حبايب، حبكم مرة، أشوفكم بالمقاطع الجاية، فسيو.